السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها؟ منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني فضلا وليس امرا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. يلا بقى بينا نعمل كده قرص بالعجوة او ترس بالعجوة زي ما بيسموها، ونعمل قرص الضفاير اللي انتوا شايفينها دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وما بتكلفش كتير. نجبت كده بولة وضفت كوباية لبن دافي ومعلقة كبيرة خميرة وتلات ارباع كوباية من السكر، وبستخدم بيضة واحدة بس. طبعا قلبتهم كده مع بعض وضفت كده رشة بسيطة جدا من الخل، وبدل فيه بيض يبقى فيه زفارة. ضفت كده نقطتين من الفانيليا السايلة وربع كوباية زبدة سايحة دفتها، يعني حاجة بسيطة، وقلبتهم مع بعض ورشة بسيطة جدا من الملح. جبت بقى كده انا حطيت كوباية لبن عليهم 3 كوبايات دقيق، نخلت كده 3 كوبايات من الدقيق بكوباية بعاير بها جميع المعايير كلها، كوباية المعيارية عايرت كوباية لبن عليهم 3 كوبايات من الدقيق. وطبعا لو عوزت دقيق تاني بزود، يعني احسن ان انا احط القليل وبعد كده ازود لو عوزت تاني. قلبتهم كده مع بعض بس عشان اطلع بنتيجة كويسة جدا بالقرص وتطلع كده منفوشة وكويسة معايا. ضفت معلقة من بتاعة الشاي بيكنج باودر او محسن او كيك شيف، يعني اللي موجود عندك، بس الكيك شيف افضل يعني. قلبت كده العجينة بتاعتي وخليت الدقيق كله اختفى منها، لقيتها كده لسه بتلزق. ضفت بس ربع كوباية دقيق، يعني 3 كوبايات وربع دقيق على كوباية لبن، مش عاوز اكتر من كده، كده خلاص كفاية. نزلتها كده على الرخامة بقى علشان اعرف اتحكم فيها لان العجينة معايا بتلزق. ما تخافيش لو العجينة لزقت منك، جبت الاسكلافر كده او اي حاجة بتشيل العجين وقعدت اضرب فيها بقى كده على الرخامة. ايدي طبعا كانت ملزقة جدا، بس اضربي فيها وهي هتبقى كويسة معاك. طبعا كل ما بتضربي فيها كل ما العجينة بتلم معاك وتبقى ملمسها طري جدا. يعني ما تقوليش ان العجينة باظت معاك ولا حاجة، لا، اعجني فيها كويس وهتلاقيها بتلم معاك على طول. شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله طلعت معايا في منتهى الجمال. بس كده مش هعوز اكتر من كده. لميت العجينة بتاعتي بقى وفي نفس البولة وغطيتها بستريتش راب وسبتها. لو عايزاها تخمر بسرعة دفي الفرن بتاعك وطفيه، يعني سخنيه وطفيه وضيفي العجينة فيها، مش هتاخد معاكي وقت خالص. طبعا لما حطيتها في الفرن قلت اعجن العجوة بتاعتنا. جبت كده باكت من العجوة طبعا ب12 جنيه او 15 جنيه، مش عارفة ابني جايبه بكام. وكان عندي زبدة سايحة كده على سمنة، يعني حطيت الاتنين على بعض، ربع كوباية كفاية يعني او اقل كمان من ربع كوباية. وقعدت اكسر كده في العجوة طبعا علشان احنا في البرد العجوة ماسكة معايا شوية. بس قعدت افصصها كده بايدي لحد ما بقت زي العجوة كده معايا زي الملبن كده. بعد ما خلصتها المقطع بتاع اول حتة انقطع مني يعني. جبت العجوة بقى كده وبعملها زي ما بكون بعمل صباح كفتة، وانزل على الرخامة الفها رول كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزة الرول العجوة يكون نفس المقاس ده، طبعا بحجم القرصة بتاعتي اللي هعمله الرول يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت كذا واحدة معاكم اهو زي ما انتوا شايفين بنفس الحجم كله، وسبتها بقى على جنب لحد ما العجينة خمرت معايا. صلي على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كده خلاص العجينة ما شاء الله طلعت الهواء اللي فيها، وقسمت العجينة لقطعتين 2. هقول لكم قسمتها 2 ليه. نص هعمله ترس عجوة والنص التاني هعمله ضفاير بالسكلافر كده كده. وقطعت العجين بتاعي لأجزاء متساوية، يعني يكون كل القرص قد بعضيها، ما يكونش في واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. او لو عندك ميزان ممكن تقيسي على الميزان، بس انا خدتها بالنظر كده وعملت نفس المقاس كله، واللي بلاقيها كبيرة شوية بقطع منها حتة يعني. بس بالنظر كده يعني بدل ما تجيبي ميزان وتطبخي نفسك وكده، فاتصرفي يعني كده من دماغك وخلي القرصة كلها يكون قد بعضيها. عملت القرص كلها كده بنفس الشكل، وده برضو كملته نفس الاجزاء بالظبط. طبعا ال3 كوبايات دي ما شاء الله عملوا معايا كويسة جدا. لو انت عايزة تزودي في الكمية او تعملي كتير ممكن تضاعفي الكمية اللي انا عاملاها، يعني تعملي 6 كوبايات دقيق وتزودي بالطين وتزودي كوبايتين من اللبن، يعني نفس المقادير بس تزوديها مرتين 2.
جبت بقى كده النشابة بتاعتي ورشيت رشة بسيطة جدا من الدقيق عشان القرصة ما تلزقش على الرخامة، علشان العجينة ملمسها طري جدا. وضفت فيها القطعة بتاعة العجوة وضغطت بصبعي كده على الجزء ده علشان العجوة ما تفكش مني. وقفلت كويس كده من بره القرصة من بره كده حوالينها، ولفتها رول. وبعد ما لفتها رول طويتها زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، عملتها زي الدويرة كده. وجبت السكينة بتاعتي من طرف اللي بره، عملتها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عمل زي الترس بالظبط، احنا مسمينه ترس وعندنا مسمينه قرص بالعجوة. مش عارفة بقى انتي بتتابعيني من اي بلد وعندكم بتسمي القرص ايه او الترس بالعجوة ايه عندكم. انا عملت كده العجين بتاعي كلته بنفس الشكل كده. طبعا لازم اهم خطوة الحتة دي تقفلها كويس جدا علشان العجوة ما تطلعش معاكي ويبقى منظر القرصة معاكي طالع مش حلو. انما كده ما شاء الله طلع عندي ما شاء الله ما فيش اي عجوة طلعت معايا خالص، وطلع كلته بنفس المقاس ونفس الشكل. بسن كده السكينة بتاعتنا وتضغطي ضغطة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين. جبت بقى كده الصاج بتاعي وفرشت فيه ورق خبز يعني، وكنت مجهزة الفرن بتاعي عشان يدفيه برضو، لان لسه اهم خطوة يا بنات ان انا بعد ما خلصت القرص اسيب القرص بتاعتي تخمر تاني كده زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. بعد ما لفتها رول ضغطت على الحتة دي علشان العجوة ما تطلعش، وبعد كده لفتها زي القرصة كده زي الدويرة كده، وبعد كده عملت الشكل ده كده. خلاص هخلص بقى الكمية اللي معايا دي كلها بنفس الشكل. لو وصلت لحد هنا بقى من الفيديو ما تنسيش تشيروا الفيديو علشان القناة بتاعتي مش هتكبر غير بيكم وبدعواتكم ليا. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوكوا على طول. وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي مكان، وتبعتوا لي كده في التعليقات وتقولوا لي انتوا جربتوا القرص بنفس المقادير اللي انا عملتها ولا ايه. دي كده كان اول صاج معايا. هعمل بقى القرص الضفيرة. طبعا سهلة جدا جدا، لما بتشوفيها بتحس ان هي معقدة بس هي سهلة. بنفس القطعة بتاعة القرصة انا ما بغيرش الحجم، يعني اجيب قطعة كده من القرصة اللي انا عاملاها واعملها اقسمها ل3 اجزاء، واعملها برضو رول كده ضفاير طويلة يكونوا 3 قد بعض. وبعد كده بلزق الطرف الاولاني كلته التصقوا ببعض كده خليه كله ملتصق ببعض. وبعد كده اعمل واحدة شمال واحدة يمين عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفينها كده طلعت معايا ضفيرة زي ما بتضفري الشعر بتاع بنتك بالظبط. اعمل كده واحدة معاكم كمان. القرصة قسمتها ل3 اجزاء وبعد كده نزلتها على الرخامة ولفتها رول كده طويل علشان اضفرها كويس. وبعد كده لزقت ال3 طروف ببعض كده، وبعد كده واحدة شمال وواحدة يمين، واحدة شمال واحدة يمين. تطلع معايا الضفيرة اللي انتوا شايفينها دي في منتهى الجمال. وضغطت من الاخر قفلت القرصة كده. سهلة جدا، لما كنا بنشوفها في الافران بتشتريها غالية، وانا عملت الكمية الكويسة دي. طبعا حسب افراد عيلتك يعني ممكن تزودي الكمية. فبتشترى من بره غالية جدا، ما بتاخدش اي حاجة خالص غير كوباية لبن و3 كوبايات دقيق، يعني ما بتكلفكيش كتير وانت بتشتريها من المحل بتاع القرص يعني غالية. فممكن تعملي الكمية دي ب3 كوبايات دقيق بس، ما بتاخدش اكتر من كده. خلاص انا سبتها كده اختمرت مع نفسها. وجبت كده بيضة وربع كوباية لبن او حاجة بسيطة، يعني انا عايزة الدهان القرص بس. وجبت الفرشة بتاعتي وطبعا ضفت معلقة من الفانيليا علشان زفرت البيض، وضفت كده على وش القرص كده بالفرشة بتاعتي. طبعا سهلة جدا وما بتاخدش وقت معاكي خالص. انا عملتها بالليل وخبزتها، وجميلة جدا جدا في الفطار يا بنات، وسريعة يعني للأولاد بسرعة، وتنفع لللانش بوكس أيام المدارس يعني. فبجد في منتهى الجمال وطعمها هتحكمي على طعمها لما تجربيها وتدوقيها. رشيت بقى كده على الوش سمسم،
وده بعد ما هي خرجت من الفرن. كان نفسي اصورها لكم وهي في الفرن، بس انا كنت بالليل متاخر يعني. اهم خطوه بقى ان اجيب بخاخه الميه بتاعه المعجنات وارش كده على وش القرص وهي خارجه من الفرن على طول، وبعد كده اغطيها عشان تديني اللمعه الجميله اللي انتوا شايفينها في القرص دي. طبعا انا بخيت البخة الميه دي علشان تبقى معايا كده طريه وبتلمع معايا كده. بسم الله ما شاء الله، كانت تحفه وطعمها روعه. الكمية اللي انا عملتها عمل معايا صاجين اتنين، صاج ترسي بالعجوة والصاج التاني بالضفيرة يعني. ما شاء الله كمية كويسة جدا، وبجد ما بتاخدش وقت خالص زي ما قلتلك. شايفين اللمعة اللي فيها يا بنات، واللون بتاعها خد لون ما شاء الله من البيض واللبن. ولما رشيت على الوش مية ادي كانت النتيجة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من قناة يومك اجمل مع ام فارس. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. صل على محمد.